السلام عليكم ومرحبا بجميع المتابعين الكرام مع فيديو جديد. الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي نهضروا فيه على الدفعه ديال يناير 2026 واخبار اخرى اللي جديده من الاخر ديال الشهر ديال يناير 2026. كاين بزاف ديال الاخبار بالنسبه للناس اللي المتقاعدين ديال لاسينيتيس. راه المعاش ديال اولا اجره المعاش ديال يناير دازت الحسابات البنكيه. البارح بدات تدوز، البارح الخميس 29 يناير بدات تدوز. اللي ما دازش البارح غيدوز اليوم الصباح الجمعه. اذا غادي تمشيو للوكالات البنكيه ديالكم وسيروا تخلصوا، والله يسر لكم ان شاء الله. بالنسبه للمتقاعدين ديالنا اللي عندهم تقاعد في لاسينيتيس، راه الفلوس ديال اجره معاش يناير 2026 راه دازت الحسابات البنكيه. اذا الله يسر لكم والله يسهل لكم في دوك الفليسات، سيروا ان شاء الله راه غادي تلقاوهم في الحسابات البنكيه. بالنسبه للموظفين، يعني الناس اللي خدامين في القطاع العام حتى هما راه الماندا ديال يناير اولا الفيرمون ديال الماندا ديال يناير راه داز الحسابات البنكيه. بدات يدوز حتى هو من البارح الخميس. المهم على حساب الابناك اللي ما لقاش البارح راه اليوم غادي يدوزوا اليوم الجمعه. ما عليكم الا تمشيو راه غادي تلقاو الفلوس ديالكم، وحتى نتوما الله يسر لكم ان شاء الله وتكيسوا على الماندا بالنسبه للمتقاعدين وبالنسبه للموظفين وبالنسبه للاجراء ديال القطاع الخاص، لان راه غادي يكون في هذا الشهر هذا واللي فيه الدخله ديال رمضان وفيها، يعني ردوا البال شويه في المصاريف. والله يرزقنا والله يرزق جميع المسلمين وجميع المغاربه، والله يسر لكم في ديك الاجره ديالكم ان شاء الله. اذا بالنسبه للناس ديال القطاع الخاص راه هما معهم كل واحد عارف الشركه ديالو متى كيتخلصوا. المهم بالنسبه للمتقاعدين ديال القطاع الخاص ديال لاسينيتيس راه البارح بداو تيدوزوا، اللي ما دازوش البارح راه اليوم غيدوزوا. الموظفين راه حتى هما البارح بدا كيدوز لهم الماندا ديالهم واليوم الكماله. اذا هذا الشيء بالنسبه لهاد جوج فئتين اللي عندي الخبر عليهم واللي كاين الجديد. بالنسبه الدفعه ديال يناير، يعني اصحاب الدعم حتى هما اليوم الصباح الجمعه 30 يناير 2026 بانت في المنصه ديال الدعم في المبالغ المدفوعه. غادي تفتح دير ايس دي في جوجل ولا دير منصه الدعم في جوجل، غتطلع لك الصفحه وغادي تدخل المعلومات ديالك، كتحل لك الحساب، غتمشي للمبالغ المدفوعه، غادي تلقى فيها في ديك الصفحه تلقى فيها هذاك الجدول اللي فيه المعلومات ديال الدفعه. غادي تلقى 1 2026 يعني يناير 2026، غادي تلقى المبلغ، غادي تلقى المرجع يعني الرقم ديال الدفعه، وغادي تلقى حاله الدفع تم ارساله الى حسابكم البنكي. صافي الا لقيتي هذا الشيء راه الحمد لله، راه ما عندك حتى شي مشكل في الدعم، راه غادي تبقى غير مساله وقت وغادي يدوزوا لك للحساب البنكي ديالك. بالنسبه للناس اللي لقاو هذا الشيء هذا دخلوا 3 ولا 2 و3 ولا 4 لقاو هذا الشيء هذا، يعني الناس اللي عندهم امو الشامل ولا عندهم ديون ديال امو، اما امو الشامل ولا امو ديال عمال غير الاجره، هذوك اللي كيتبلوكاو لهم الفلوس في المنصه تما حتى يخلصوا داك الشيء اللي كيتسالهم لا سينيسي، غير كتخلص كيدوز لك الفلوس ديالك. اما الناس ما عندهم لا ديون مع امو او لا اصلا ما عندهمش امو الشامل ولا امو ديال العمال غير الاجره، فهادو غادي يدخلوا المبالغ مدفوعه الا لقاو الفلوس ديالهم تما، راه مساله وقت غادي يوزي لهم الحسابات البنكيه. بالنسبه للزياده راه ما كاين لا زياده لا والو، راه نفس المبلغ اللي شديتو في شهر 12 هو اللي شديتو في شهر 1 ولا تشدو دابا. في هادشي الا ما كانش شي تغييرات في الاسره ديالك، مثلا تزاد شي واحد في افراد الاسره ولا نقص ولا، راه ما الا بقات الامور كما هي راه غادي يبقى لكم ديما نفس المبلغ 500 درهم ولا 600 درهم ولا شوفوا شحال كتشدوا اللي شدوتو في الدفعه ديال شهر 12 2025 وشهر 11 2025. السؤال دابا هو امتى غادي يدوزوا الحسابات البنكيه. الحسابات البنكيه يدوزوا ابتداء من اليوم في العشيه، غيبدا يدوزوا بطريقه تدريجيه في الغالب ماشي 100%، ولكن نعطيكم واحد النسبه ديال 95%. راه غادي يدوزوا اليوم في العشيه ان شاء الله الحسابات البنكيه، ولكن في العشيه مورا ديك 6 7 بحال هكاك غادي يدوزوا الحسابات البنكيه بطريقه تدريجيه. ماشي كلشي غادي يستافد اليوم، كاين اللي غيستافد اليوم، كاين اللي حتى الغدا بالنسبه لدوك وكالات الاداء اللي كيحلوا نهار السبت، كاين اللي نهار الاثنين، كاين اللي الثلاث، المهم كل واحد وزهرو. بالنسبه للوكوا الابناك راه غادي يكونوا سادين في الوقت فاش غادي يدوزوا الفلوس، يعني اللي عنده الكيشي هو اللي غادي يقدر يسحبهم، اللي عنده كارت كيشي هو اللي غادي يقدر يسحبهم. وكالات الاداء راه كيتعطلوا شويه في العشيه، يعني كيبقاو يقدر تلقاو الفلوس ديالكم، ولكن ما تمشيوش تعرموا من اليوم، لان يقدر ما يدوزوش لك في الغالب، لان كيدوز داكشي بطريقه تدريجيه. هذا من الاحسن اجلوا الخلاصه حتى الاثنين ان شاء الله ولا الثلاث. بالنسبه اللي عندهم تطبيق في التليفون ديال الحساب ديالهم، عنده في التليفون تطبيق، راه كيشوف تما واش داز ليه ولا لا، غيدوز ليه يلقى التطبيق راه داز ليه الفلوس، كيمشي للوكاله يسحب الفلوس ديالو. بالنسبه اللي ما عندهمش التطبيق، عندهم رابطين الحساب ديالهم بالتليفون بميساج، راه كيجيهم ميساج. بالنسبه اللي عندهم كارت كيشي راه من برا كيدخل تيدير كارت كيشي وكيشوف واش دازوا ليه الفلوس ولا لا، الا دازوا ليه الفلوس راه كيسحبوا. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه
الدفعه ديال يناير 2026 كما قلت لكم راه كاينه دابا في المبالغ المدفوعه، سيروا طلعوا عليها تما، لقيتوها تما صافي راه كتكا وكتفرح وكتقول راني راه الفلوس دايزوا لك، كتبقى غير مساله وقت. يقدروا يدوزوا لك اليوم الجمعه، يقدر السبت، يقدر الاثنين، يقدر الثلاث. بالنسبه للناس اللي تيكونوا ساكنين بعاد هادو راه من الاحسن ما يقلبوش على هاد الفلوس دابا، يتسناو حتى ديك الثلاث ولا الاربع عاد يقلبوا على الفلوس ينزلوا، لانهم غادي يقدروا ينزلوا مثلا البلاصه فين كيتخلصوا ما يلقاوش الفلوس باقي ما دازوش لهم، وغادي يكونوا ضيعوا الوقت وضيعوا بزاف ديال الحوايج. اذا بالنسبه للزياده قلت لكم راه ما كاينش الزياده نفس المبلغ. الا كان شي زياده غادي تكون في 2026 غادي تكون في الاخر ديال 2026 ان شاء الله، تزيد واحد 50 درهم بالنسبه للاطفال في المنحه الشهريه. بالنسبه للناس ديال الامو الشامل وامو ديال العمال غير الاجراء، دوك الفلوس اللي كتشدوا ديال الدعم هزوا منهم واحد الاشتراك ديال امو، سيروا خلصوا، ما تخليوش امو تجمع لكم. كما كتشوفوا دابا راه الناس كاين اللي محبوس عليه الدعم 5 شهور، كاين اللي 4 شهور، كاين اللي محبوسه عليه واحد 5000 او 2500 درهم، والسبب هو واحد 1000 درهم ولا 800 درهم كتسال عليه. اذا 800 درهم حابسه عليك 2500 درهم ولا 2000 درهم. اذا من الاحسن سميتو بقى تخلصوا داكشي بالشهر باش ما يتجمعش عليكم، والفلوس ديالكم ديال الدعم يبقاو يدوزوا لكم، ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه للناس اللي بزاف ديال الناس غادي يدخلوا ما غاديش يلقاو الدعم في المبالغ المدفوعه، هاد الناس اللي كان واحد التحيين اوتوماتيكي هاد الايامات ديال المؤشرات. اذا الا ما لقيتيش الدعم ولا جاك ميساج للتليفون ديالك تيقول لك راه ما بقاش عندك الدعم، اولا دخلتي للمنصه ديال الدعم ولقيتي داك كاتب لك تما واحد الاشعار ان راه ما عندكش الدعم، فاول حاجه دخل للسجل الاجتماعي الموحد، شوف المؤشر ديالك فين وصل. الا لقيتيه باقي قل من 9.74 راه كتصل بهم باش تشوف علاش حبسوا عليك الدعم، وديك الساعه تقدر دير شكايه ولا تشوف اش دير، تعاود تصحح داك الشيء اللي قالوا لك فاش صونيتي عليهم شنو هو المشكل اللي عندك، تعاود تقادو. لقيتي المؤشر راه فيه 9.74 راه ما عندك، ما تتصل بهم، ما دير شكايه لا والو، خاصك تضرب مع المؤشر يهبط. اما تنقص المصاريف ديالك، الا تشوف كدير تنقص المصاريف ديالك، اولا تزيد معك شي واحد افراد الاسره كيدير تزيدوا. المهم خاصك هذا هو المشكل اللي عندك، هو المؤشر. ما لقيتي حتى شي حل راه صافي مشى لك الدعم، ما عندك ما دير. اذا ردوا البال وراقبوا، ديما تنقولها لكم راقبوا المؤشرات ديالكم. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه سميتو الدفعه ديال يناير 2026. راقبوا المؤشرات ديالكم، مره شوفوا السجل الاجتماعي الموحد. واحد المعلومات بالنسبه للناس اللي عندهم الاطفال وصلوا 5 سنين ولا وصلوا 16 عام، راه ضروري حينوا المعلومات ديالهم. وال 5 سنين خاصك دير لهم داك المركز اللي تسجلتوا فيه اول مره في سجل الوطني للسكان باش ياخذوا ليه البصمه ديال العين، هذا مول 5 سنين. مول 16 عام خاصك تمشي تقاد ليه لاكارت ناسيونال، ملي تخرج ليه لاكارت غتدير داك المركز نيت باش يحينوا ليه المعلومات ديال داك الطفل، كياخذوا المعلومات ديال البطاقه الوطنيه، الرقم، العنوان اللي فيها، كلشي. المهم دوك المعلومات اللي فيها كيحينوهم. الا ما درتيش هذا الشيء راه الا درت واحد المده يقدروا يشطبوا على هذاك الطفل من السجل الوطني للسكان، ولا شطبوا عليه راه كيتشطب عليه من السجل الاجتماعي الموحد، والمؤشر غادي يطلع وغادي يمشي ليه الدعم ديالو، يعني ديك الفلوس اللي كتشد عليه في الدعم غادي يمشيو، وغادي يتشطب عليه حتى من امو تضامن الا كانت الاسره كتستافد من امو تضامن. اذا من الاحسن سيروا قادوا هاد الامور ديالكم قبل ما يوقع شي مشكل. اذا هادشي اللي كاين، شكرا لكم على المتابعه. عندي شي سؤال، شي اضافه، شي تعليق يخليها لتحت في التعليقات. نسيت واحد القضيه بعدا، الا داز الدعم في العشيه ان شاء الله راه غادي ندير لكم فيديو. اذا تابوناو في هذا الحساب هذا باش ديما يوصلكم الجديد، وشكرا لكم على المتابعه، والوفق الجميع.